ويصلي. وهذا الأمر تنبهت إليه مرأة تنبهت إلى هذا المعنى متى؟ في ليلة 11 من المحرم. تتصور الهموم والغموم والكروب التي نزلت على زينب عادية، بمستوى عادي، بمستوى بسيط، وهي ترى أخاها الحسين على واهجة الرمضة جثة بلا رأس، قد طحنت الخيول صدره وعظام جسده وأضلاعه وامتزج لحمه ودمه بالتراب، وهذا عزيزها وإمام زمانها وثمرة فؤادها ومعشوقها وبقيتها أهل الكساء تراه بهذا الحال. شلون استقبلت هذا الأمر؟ كيف تغلبت على هذا الهم والغم الذي نزل عليها؟ رأت أخوتها وأبنائها مجزرين على واهجة الرمضة، رأت رؤوس على رماح طويلة تلعب الريح بلحى هذه الرؤوس. شلون تغلبت على هذا كله؟ شلون تحملت؟ شلون تجلدت؟ شلون واجهت هذه الصعاب؟ لما جن عليها ليلة 11 من المحرم وإذا بها تصلي صلاة الليل. تستعينوا بالصبر والصلاة، توجهت إلى الله جل وعلا. بس يقول زين العابدين عاد تلك الليلة من كثر الهموم والغموم التي على زينب وكثر تلك الوظائف التي قامت بها والجهود التي بذلتها، ما كانت تقوى أن تصلي من قيام، لذلك صلت من جلوس. كانت عمتي زينب تصلي ليلة 11 صلاة الليل من جلوس، صلت تلك الصلاة وقضت وطرا من العبادة إلى أن انتهت من بعض نوافلها وعبادتها، توجهت إلى جسد أبي عبد الله. هناك خلى الحبيب بحبيبه، جاءت إلى جسد أبي عبد الله تقوم تارة وتعثر بجسد أخرى حتى وصلت إلى جسد المولى، وهو بتلك الحالة وضعت يدها تحت الجثمان الطاهر، رمقت السماء: إلهي تقبل منا هذا القربان. ثم صارت تبث شكوى إلى أبي عبد الله بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها. تقول له أنا أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما أشوف غير أيتام تتصايح بدهش، وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشه مطروح وبجنبه علي الأكبر وجسه. عباس عند البارحة يحوط الصياوي يامر ينهي واخوته كلهم مسلحين والخيل مسروجة وهلها مستعدين مصغين للصايح ولا منهم جفنا،
وحسين من يسمع بكى بخيمة دخلها، سلي الحرمة وياخذ بحجرة طفلها، باتت خيمنا مطنبة وتزهر بهلها، وصيوان اخويا حسين حالة رفرف اعلى. هذا حالك البارحة يا زينب، لكن اليوم شلون حالك يا زينب؟ قالت واصبحت وشبول الهوى اشم حالي يوقف، ومسهت ما لقناع والستار بالجفوف، ويا يتام قلوبها زالت منه الخوف، وين المعزة وين زهوديك ليا، واصبحت حول شبال وامسيت اصفج الجف، وانظر جنايزهم عرايا بعرصة الطاف، باكر يركبون الأعاد جمال عجاف، درب طويل وابتلي بعدوان ظله، قالها علي السجاد يا عم شجاني، حايلك وانا ما اقدر اتحرك من مكاني، صاحت يا نور العين عتب على زماني، اللي علي الكرار ابوها شلون تنضى، بأبي التي ورثت مصائب أمها. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.